حكاية ال HTML5 هي مش مجرد حكاية عن أكواد وتقنيات، لأ، دي حكاية صراع بين فكرتين عكس بعض تماماً عن شكل مستقبل الإنترنت المفروض يكون إيه. والصراع ده بالذات هو اللي شكل الويب اللي كلنا بنتعامل معاه النهاردة. طيب خلينا نبدأ بسؤال بسيط. أي صفحة ويب النهاردة تقريبا مليانة صور، والصور دي بتظهر بتاج أو وسم بسيط قوي اسمه IMG. عمرنا فكرنا للحظة التاج ده جه منين أصلا ومين اللي اخترعه؟ الحقيقة بقى إنه واحد من أهم التاجز في تاريخ الإنترنت كله اتولد من إيميل، مجرد إيميل بسيط بعت واحد اسمه مارك أندريسن سنة 1993. كان اقتراح عملي وبسيط جدا لحل مشكلة إزاي نضيف صور لصفحات الويب. ما كانش فيه بقى لجان ولا اجتماعات طويلة ولا نظريات معقدة، لا، فكرة عملية وبس. وده بالظبط اللي كان بيميز الويب في بدايته، كأنه عامل زي مدينة بتتبني من غير تخطيط، كل واحد بيبني على حسب احتياجه. الأفكار العملية دي هي اللي خلته يكبر بسرعة رهيبة، لكن في نفس الوقت خلقت فوضى. كل متصفح بيفسر الكود بمزاجه، وده خلى الدنيا مش مضمونة خالص، وفتح الباب لفكرة إننا لازم نفرض النظام. وهنا بقى القصة بتاخد منحنى جديد، مرحلة محاولة للم الفوضى دي وتحويل الويب من مكان عشوائي لمكان منظم ومثالي. في أواخر التسعينات المنظمة المسؤولة عن معايير الويب اللي هي ال W3C قررت إن كفاية كده ولازم يكون في نظام. رؤيتهم كانت واضحة وصريحة، لازم نخلق معيار جديد يكون صارم جدا ونضيف عشان نضمن إن الويب ده يكمل بشكل سليم. الحل اللي قدموه كان اسمه XHTML. ببساطة هو ال HTML لكن بقواعد لغة تانية اسمها XML. وال XML دي بقى ما فيهاش هزار، لغة صارمة جدا وما بتتسامحش في أي غلطة. كان الهدف هو إجبار المطورين في كل حتة في العالم إنهم يكتبوا كود مثالي مفيش فيه غلطة. المبدأ الأساسي في الفلسفة دي كان حاجة اسمها التعامل الصارم مع الأخطاء. تخيلوا كده معايا، لو المتصفح وهو بيقرأ الكود لقى غلطة واحدة بس مهما كانت صغيرة، يعني مثلا تاج مفتوح ومتقفلش، لازم يقف تماما والصفحة كلها ما تشتغلش، وبدل الصفحة تظهر رسالة خطأ للمستخدم. مفيش محاولة للتصليح، مفيش تسامح، يا إما الكود بتاعك 100 يا إما مفيش صفحة أصلا. السلايد دي بتلخص الصراع كله، كأننا بنقارن بين عالمين. على الشمال عندنا عالم HTML، التعامل الصارم، أي غلطة بتوقف كل حاجة، والهدف الأسمى هو النظافة المطلقة للكود. وعلى اليمين عالم تاني خالص، التعامل المتسامح، المتصفح بيحاول يكمل حتى لو في أخطاء، والهدف هو إن الحاجة تشتغل، يعني الواقعية والعملية الأول. بس طبعاً زي أي قصة مش كل الناس كانت موافقة على رؤية الويب المثالية دي. هنا بقى ظهر على الساحة مجموعة من المتمردين، اللي هو مين؟ صناع المتصفحات نفسهم. الناس دي كان ليها رأي تاني خالص في مستقبل الويب. عشان نفهم اللي حصل خلينا نبص بسرعة على الخط الزمني ده. سنة 97 كان عندنا HTML4، بعديها بسنة بدأ الشغل على XHTML الصارم، ونقطة التحول الحقيقية كانت في 2004 لما صناع المتصفحات قرروا يعملوا تحالف خاص بيهم، والنتيجة في 2009 ال W3C وقفت الشغل على XHTML2 بشكل رسمي. نقطة التحول دي حصلت في ورشة عمل لل W3C سنة 2004. مطورين من موزيلا وأوبرا وقفوا وقالوا رأيهم بصراحة. يا جماعة، الويب المفروض يتطور مش يتكسر. بدل ما نرمي كل اللي فات ونبدأ من الصفر بحاجة صارمة، ليه ما نبنيش على ال HTML اللي موجود أصلاً ونطوره؟ المبادئ اللي طرحوها كانت عكس فلسفة XHTML بالظبط. قالوا أولاً لازم نحافظ على التوافق مع الماضي عشان ملايين الصفحات القديمة ما تتضربش. ثانياً ماشي، هنحدد طريقة للتعامل مع الأخطاء بس لازم تكون طريقة متسامحة. ثالثاً ودي مهمة جداً، ما ينفعش نظهر رسائل خطأ للمستخدمين. رابعاً أي ميزة جديدة نضيفها لازم تكون مبنية على احتياج حقيقي وواقعي الناس بتواجهه. وأخيراً عملية التطوير نفسها لازم تكون مفتوحة والكل يشارك فيها. طيب تفتكروا كان رد ال W3 إيه؟ رفضوا الاقتراح. فكان رد فعل صناع المتصفحات إنهم قرروا يمشوا في طريقهم لوحدهم، عملوا مجموعة خاصة بيهم سموها What's WG عشان يبنوا المستقبل اللي هم شايفينه صح. ودي كانت بداية النهاية لفكرة الويب المثالي. وهنا الصراع بيوصل لنهايته، وبنشوف إزاي الرؤية الواقعية، الرؤية العملية هي اللي في الآخر انتصرت وبقت هي أساس الويب الحديث اللي بنعرفه. فلسفة مجموعة WTG كانت عبقرية في بساطتها. قالوا إحنا هنوفق الواقع. يعني إيه؟ يعني بدل ما يخترعوا قواعد مثالية من دماغهم، عملوا هندسة عكسية. راحوا درسوا المتصفحات الموجودة بتتعامل إزاي فعلا مع الأكواد المكتوبة غلط، وبنوا المعيار الجديد على الأساس ده. النتيجة كانت معيار جديد مش هيكسر 99% من صفحات الإنترنت الموجودة بالفعل. وأول نتيجة عملية شفناها من الفلسفة دي هي البساطة.
أكيد كل اللي كتبوا كود زمان فاكرين السطر الأول الطويل العريض المعقد اللي كان لازم يتكتب في أي صفحة. كل ده اتشال واتبدل بسطر واحد بسيط وجميل، دوك تايب HTML، بداية سهلة تشجع أي حد يبدأ. والميزة التانية كانت التحسينات الذكية اللي بتشتغل في أي حتة، زي مثلا حقول الإدخال الجديدة زي إيميل. على الموبايلات الجديدة بتطلع الكيبورد اللي فيها علامة الآت جاهزة. طب ولو حد فتح الصفحة على متصفح قديم مش بيفهم النوع ده، مفيش أي مشكلة، بيظهر كحقل نص عادي جدا والصفحة بتكمل شغل. ده اللي بنسميه التحسين التدريجي، الحاجة الجديدة تشتغل اللي عنده جديد وما تبوظش الدنيا للي عنده قديم. الرؤية الواقعية دي بما إنها كانت مدعومة من كل صناع المتصفحات الكبار اكتسبت قوة دفع محدش قدر يوقفها. في النهاية W3C نفسها اضطرت تقتنع وتتبنى الشغل اللي عملته WHTWG وتعلنه كمعيار رسمي جديد للويب، وهو ده HTML5. الاقتباس ده من موزيلا بيلخص الفلسفة دي كلها. بيقولوا إحنا مش عايزين نخلص كتابة المواصفات في برج عاجي بعيد عن الواقع وبعدين نفرضها على الناس، لا، لازم يكون في تطبيق فعلي شغال عشان ناخد منه آراء ونحسن بيه المعيار. دي عملية حساسة جدا وبتحتاج توازن بين النظرية والتطبيق العملي. فالخلاصة إن HTML5 مش مجرد رقم إصدار ومش مجرد شوية أكواد جديدة، لا، دي طريقة تفكير كاملة. فلسفة بتقول إن الويب لازم يكون مرن، لازم يحترم الماضي بتاعه، والأهم لازم يكون مبني على أساس الواقع الفعلي لاستخدام الناس، مش على أحلام نظرية مثالية. والقصة دي بتخلينا نسأل سؤال مهم. لو معايير الويب دايما بتتولد من الصراع ده، الصراع بين المثالي والواقعي، يا ترى إيه هو الصراع الجاي اللي هيشكل ملامح مستقبلنا على الإنترنت؟